عندي مشكلة كبيرة جدا عاملة لي أرق في حياتي الشخصية وفي حياتي عموما. موضوع الواتساب. بنلاقي ناس كتير زعلانة قوي ان الدكتور مش بيرد على الواتساب، وبنقعد نبعت لك يا دكتور مش بترد علينا وكلام من ده. يا جماعة يعني حط نفسك مكاني، لما تلاقي كل يوم في واتساب عليه 500 ل 700 رسالة يوميا من ناس جوه مصر وبره مصر من محافظات كتيرة، العالم كله بيبعت، ما الواتس على الصفحة، فأي حد معدي بيبعت يسأل ومش عارف ايه وكلام من ده. زمان قوي كنت برد بصراحة، كنت فاضي والرسائل كانت قليلة. النهاردة انا من الصبح لحد العصر في شغلي، ومن العصر بروح اتغدى بسرعه واخد شاور وانزل اروح العياده، اللي بالليل ارجع عايز اصلي واتعشى. طيب، لو افترضنا ان في 500 رساله، لو افترضنا ان في 100 رساله، وافترضنا ان الرساله بتاخد يعني نص دقيقه على ما ارد، في رسائل بتاخد اكتر من كده. 100 رساله في نص دقيقه يعني بنتكلم في ساعه ل 10 دقائق، ده لو 100 رساله. لو رديت على 500 رساله انا محتاج 3 4 ساعات يوميا اقعد ارد على الرسائل بس. حاجه يعني مستحيل تحصل، محدش هيقدر يعمل كده. فبدات اجيب ناس تمسك الواتساب وتفلتر الرسائل، وانا ما بقتش ارد غير على الرسائل بتاعت الناس اللي انا كشفت عليهم وعارف حالتهم وعارف تفاصيلها. والام مثلا حصل مستجدات في تطور الحاله، الولد مثلا زاد عليه كحه، الواد ما اعرفش ايه، فنبدا نرد نقول لها ايه العلاج كذا، هنزود كذا، هنقلل كذا. او مثلا في دواء مش لاقياه، فيعني دي لازم ارد عليها، دي حقها. ابنها عيان وكشفت عليه، حقها لازم ارد عليها. في ناس بقى تقول لك يا دكتور لله رد على الناس، يا دكتور لله، بنرد للناس على الله عادي والله. رسائل الصفحه او التعليقات الناس على الصفحه بنرد عليها. الجروب اللي احنا عاملينه للناس اللي بتكتب اسئله واستفسارات بنرد عليها. الناس اللي بتكتب حالات قضيه ما بردش عليها، اللي تبعت تقول لك ابني عنده كحه وعيان وسخن وبيرجع اديله ايه، ما بردش عليك، لان ده عيان عايز يكشف، ده مش استفسار. فالعيان يكشف، الاستفسار حطيه، وان شاء الله لو ربنا وفقنا وفضينا هنرد. ما اقدرش اوعدك ان هرد، لان انا حياتي الشخصيه اتدمرت بسبب ان انا طول النهار ماسك التليفون عايز الحق ارد على الناس دي كلها، ما بلحقش. كنت اتمنى والله الوقت يسعفني، انا مش بتكبر على الناس، بس فعلا لو انت مكاني، انت بالنسبه لك بعت رساله متخيله ان الدكتور ما عندوش غير رسالتك، انما الدكتور شايف 700 رساله من ناس في العالم كله. والله العظيم بيجي لنا يعني رسائل من محافظات ودول وكل الناس بتبعت. فانا اعمل ايه؟ حط نفسك مكاني، والله العظيم غصب عني. فبعد اذنك يعني قدر ظروفي. الواتساب اتعمل عشان الحجوزات والمواعيد والكلام ده كله، والناس اللي كشفت بتحط صورة الروجيتا بحيث افتكر تفاصيل الحالة وارد على سؤالك الخاص بحالة ابنك اللي لسه كاشف. غير كده انا اسف والله العظيم غصب عني، يعني التمسي لي العذر. كنت اتمنى بس والله ما قادر، يعني انا لو قعدت ارد على الرسائل دي ولا هخش الحمام حتى. ربنا يحفظ ولادكم جميعا، والتمسوا العذر لاخوكم في الحتة بتاعت انشغالي.